انا ابويا يساري. لا لا، مش بتاع السياسه، يساري يعني بيكتب بايده الشمال. والمشكله ان تقريبا العالم كله متصمم كانه مش موجود، وطول عمري بشوفه بيعافر مع عالم معمول في الاساس لاصحاب اليد اليمين. مقصات، كراسي المحاضرات، فتحات العلب، كل حاجه بتبص له كده بتقول له انت اقليه يا معلم، اتصرف. والموضوع مش كام واحد، تقريبا واحد من كل 10 بني ادمين بيستخدم ايده الشمال، يعني ملايين عايشين وسط حاجات مش معموله ليهم اصلا. بس استنى، هل لما نقلنا من العالم الحقيقي للموبايل حلينا المشكله؟ مش بالضروره، لان حتى مكان الزرار على الشاشه ممكن يبقى سهل جدا لايد وصعب جدا ورخم للايد التانيه. عشان كده مصممين الموبايل بيفكروا في حاجه اسمها الثامب زون، او ببساطه المنطقه اللي ابهامك يقدر يوصل لها من غير ما يعمل تمارين اطاله. وعشان مشاكل الوصول دي ظهرت حلول زي الوان هاندد مود او ريتشابيلتي، وحلول بتقرب العناصر المهمه للمكان اللي ايدك تقدر فعلا توصل له. لان في الاخر مش انت اللي المفروض تتاقلم مع التصميم، التصميم هو اللي المفروض يتاقلم معاه. قول لي بقى في التعليقات، انت يمين ولا شمال؟ ولو انت شمال، ايه اكتر حاجه في حياتك حاسس ان هي معموله ضدك شخصيا؟ واعمل فولو لما وراء الواجهه عشان تشوف الحاجات اللي بنستخدمها كل يوم ومحدش بياخد باله هي معموله كده ليه.